ابو خلف يا هلا. يا هلا ابو محمد، يلا حيه. الذيب اللي معك وحش وما يدخل عليه غيرك. الله ما حد لو دخلت انا ولا دخل ابو سليمان ما حد يتجرأ، ما حد يتجرأ. عارف ان عمره يدخل يعني فعلا يذبحني. جرب. لا هو جرب انا بس لا لكن هو يذبحني. عندك استعداد تجرب؟ لا والله سبحان اللي ولفكم على بعضكم. لكن ابو خلف بسرعه عاد معلومات نادره بالذيب. شوف، اهم المعلومات انه يكذب عينه وهو يشوفك، بس مستحيل يكذب خشمه. ممتاز. الذيب يتزاوج امه واخته؟ ابدا. طيب ابدا وانا مسؤول عنك. ابدا هل عندك تجربه ولا بدون تجربه؟ عندي تجربتين ما هي واحده. ايوه. التجربه الاولى انه كان مع اخته 6 سنوات، وفي واحده من خواتها ابعدناها عنها 4 سنوات وجبناها وما تزوجها. عرف انها اخته ومستحيل يتزوجها الى اليوم. يا الله. اي والله. حتى امه ما يزوجها. حتى امه ما يزوجها ابدا. اسمعوا المعلومه الثالثه اللي راح تصدمون منها. ان الذيب ما يتزوج غير وحده. ما يبدل زوجته. الان انا عندي ذيب وعندي ذيبتين، ادخلهن عليه ولا وش الموضوع؟ لا، لو دخلت الثنتين ايوه ما يقبل منهن الا واحده. والثانيه تطرد ولا يلمسه يا ابو خلف. ما يتزوج معه. ما هو يلمسه، ما يتجرأ عليها انه يقرب منها. يعني الذيب زوجه مع واحده بس؟ واحده ولا يبدلها. ابغى المعلومه اللي تصدم. لو ماتت الزوجه يحد 3 شهور. 3 شهور يحد 3 شهور، لا اكل زي الناس، وحالته تعبانه، يا يموت يا يكمل عزوبي. ما يتزوج؟ والله ما يتزوج ابد نهائي. يعني الذيب اذا بعد ما زوجته ما يتزوج ابد؟ نفس الطريقه بين يا يموت والانثى نفس الكلام. والانثى نفس الطريقة. لو مات رجله نفس الكلام. ابد. لا اله الا الله. وفي ليه لا قاموا يمدحون الرجال.